ما أشبه اليوم بالأمس، فكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد. فقبل 6 أشهر من الآن اغتيل المعارض التونسي شكري بالعيد. لم تجف تربته بعد، ولم يعرف قاتلوه حتى التحق به زعيم التيار الشعبي محمد البراهمي، الذي مات مغدورا هو الآخر ب11 رصاصة من قبل شخصين مجهولين أمام منزله. ظهر كل شيء وأن هؤلاء يريدون إسكات صوت الحرية في هذا البلد. لن نصمت. الآن يستطيعون أن يغتالوا من يريدون. هذه ضربة كبيرة للجمهورية، وهذه العبيد اللي قتلوا محمد براهمي اليوم بعثونا رسالة ضد الجمهورية، ضد الديمقراطية، ضد العبيد اللي يحبوا يبنيوا تونس أحسن، يحبوا يدزونا لدوامة العنف، يحبوا يهنزونا للفوضى. حالة من الهلع الشديدة اجتاحت الشارع التونسي على إثر هذه الفاجعة، فلم يمنع الصوم ولا حرارة الطقس هؤلاء من الخروج والتظاهر والتنديد بدوامة العنف التي تعصف بالبلاد، كما تعالت الأصوات الداعية إلى العصيان المدني وإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. أنا أعتبر أن النهضة هي المسؤولة الأولى عن اغتيال محمد البراهمي. لن يمر على الشعب التونسي أن يكون واعيا. ليس محمد البراهمي فقط هو الذي يغتال، كل نفس وطني سيغتال. هذا الاغتيال السياسي الثاني في البلاد بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد زعيم ومؤسس حزب الوطن الموحد في 6 فبراير. هؤلاء لا يعترفون لا بالديمقراطية ولا يعترفون بذكرى الجمهورية، مشروعهم لا وطني. من جهة أخرى تراوحت ردود الأفعال الرسمية بين الاستنكار والتنديد بهذه الجريمة، كما أعلن عن الحداد الوطني بكامل البلاد، فيما أقر اتحاد الشغل إضرابا عاما الجمعة. الأخ محمد البراهمي رحمه الله اللي اغتالته يد الغدر، وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه دعوات الفوضى والخروج على المسار الطبيعي الانتقالي بدأت تفشل في أن تجد لها صدى. رصاص الغدر حول عرس تونس اليوم واحتفالها بالذكرى 56 لإعلان الجمهورية إلى مأتم وأحزان، فبعد شكري بالعيد يسيل الدم من جديد، والضحية النائب المعارض محمد البراهمي. هذه الفاجعة من شأنها أن تزيد الوضع أكثر تأزما في البلاد. يسرى والناس، قناة الاتجاه، تونس.